السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم باللي الفيديو ديال اليوم هو الحلقة الأولى من السيري ديال The Cage 2020. وقبل ما نبداو صليو على النبي ويلا ليتس جو. كيبدا الفيلم ديالنا مع تايلر، خونا عنده غير مع السبور الجري والونطريم، والحلم ديالو يطلع يلعب في اليو اف سي كيما حلمنا كاملين. على ديك الشيء تسجل في واحد لاصال بالحومه باش يتدرب ويحقق الحلم ديالو، وهو داخل بقى غير كيشوف حيت حتى واحد ما تسوق له. وكيفاش انا غالب في جوج الكومبات وحتى واحد ما مسوق؟ وجا الكوتش ومشى يهضر معاه قال له انا سميتي تايلر وغلب في جوج الكومبات، وعاد باغي يقول له باللي خصني نطلع لها في المحترفين وهو يمشي ويخليه كيتبر. السيد سرطا ومشى يبدا لونطريم، ولكن كيشوف حتى واحد ما مسوق ليه في لاصال، والانظار كامله موجهه على رضوان حيت هو البطل د لاصال وقريبه يلعب في اليو اف سي. وهنا جات إيلين، والله ما عرفت الاخوان شنو نقول، تيتيجا ولكن تعمل هوك ولا هوك سنانك تحسبهم. والكوتش قال لها تعطلتي، وقال لها تمشي تلعب مع الهوات. مشات تشوف شكون يلعب معاها وهي طيح غا في تايلر. عيطات له وبداو. تايلر شافها بنت بدا كيعمل ديك اللعيبه التفريفرات وانتوما عارف، وهنا المعنى د حبك سطاني فرفر. وتايلر بقى كيتقاتل، خصو يقنع الكوتش يطلعو المحترفين، ولكن الكوتش باقي كيقول له باللي باقي بعيد على المحترف. وملي نشوفك كتسال انا غنطلعك. وتايلر باقي موصل، وقال الكوتش انا ما قريت ما رايت ما كنعرف ندير والو من غير لونطريم، وباغي نوصل اللي بغيت ونحقق الحلم ديالي ولا حياتي هاد الضم. الكوتش قال له انا ما في يدي والو، انت باقي ناقص بزاف د الحوايج وخصك تطور راسك، ماشي تجي وترجع بطل ودابا تهلا في راسك. خونا كاع ورجع بحالو للضو، وهو يجبر يماه كاع يا كثر من قال له مالك على حالتك. قالت له الازمه قتلتنا، الهدس واللوبيه ونهار نهار التورتيه، خصني ضروري الفلوس. تايلر حاس بالدنيا تحامت عليه، خصوصا ملي كيشوف يماه في هاد الحاله، واخا هو ما عجبوش الحال حيت الفلوس اللي كيعطيها كتعطيها لصاحبه، ولكن بسبب مو قرر يتخلى على الحلم ديالو ويسالي من لونطريم ويخدم باش يدبر له في الفلوس. ودخل للكوزينه يوجد الروبات ديالو وهو كيشوف في التلفازه البطل ديالو جورج سانت رابح في واحد الماتش، وهذا الشيء زاد اثر فيه وبدا يخرج ديك الاعصاب في شكار. وعلى غدا كنشوفوه في لاصال وكيقول مول لاصال صافي غنخرج، وما كرهتش ترجع لي شي برا حيت واقف عليا. ومشى للفيستير وبدا يجمع حوايجو وهو انضم. وهنا كان داخل واحد العزوه سميتو براين، ولاصال كامله مشوكيه. مشى يهضر مع الكوتش قال له بغيت نتكون ما احسن واحد عندك في هاد لاصال، نسخن به شويه. الدري تايق في راسو، الدراري تعصبوا ولكن الكوتش كيكالميو حيت عارف براهيم مزيان وعارف اللي قبل يلعب معاه عيشة كونجي طويل. والعزوه هنا زاد طغى، وبقى كيقول له واش ما كاين حتى راجل يلعب معايا في هاد لاصال د الطيابات. وهو ينقص تايلر من العاده، قال له ش عندك طالع على السما، واش باغي نسلخ الفقيره تاع عمك؟ انا لا معك. تايلر حس بلي هاد الفرصه خصو يستغل، ولكن الحبيب ما عرفش انه كيستنى. وهو كيبدا الحوايج في الفيستير صاحبو كيوريه الفيديوهات ابراهيم. خونا واخا هيداك باقي مصر، واخا ياكل ليك لطب النهار د العيد، حيت هو كيستنى غير فوقاش يلعب مع المحترفين. عاد دابا مع ابراهيم بطل في اليو اف سي، الينا قاتلو رجعوا نهار الشيطان، ولكن هو مقرب كيف ما بغات تخرج تخرج. وعاد ملي شاف إلينا كتخاف عليه زاد تاق في راسو حتى دخل للكيت. تماك بدا يفطن براسو، وهي ناري وتا علاش انا هنا؟ قولوا لي شكون جابني لهنا؟ وهي تبدا المباراة والكاميرا تتشالو. وهنا ما بقى هروب من المكتوبة حبيبي، ومع الداخلة ضربوا بواحد الركلة كان يخرجوا من الكيت، وبدا يعطيها البطبوط بطبوطة مورا بطبوطة. خونا شبع على بطبوط مزيان. وهنا الكوتش بدا كيحفزو كيقول له شنو يعمل، ولكن ابراهيم باقي كيعطيه البطبوط. هنا تايلر شبع البطبوط وقرر يدوق ابراهيم بالبطبوط، وهو يدير ليه سماق الراق عطاه واحد البطبوطه بطبطات حتى هرب ليه السينيه. تايلر ما تيقش راسو وتا كي درت لها، والكوتش فرح به واخا ما عرف والو. الدراري مور الماتش بداو يبارطاجيو الفيديو كيما غتعملوا لهاد الفيديو اولا مبطبط بنادم. الكوتش جا قال ليه حرام عليك تخرج كمل لونطريما ديالك. وابراهيم كان عنده واحد اللقاء صحافي وسولوه الصحافه على اللي بطبطو، وهو يتعصب وبدا يحيح يا ودي تجلس برا واش بطبطك وبدا تصور علينا. المهم تايلر على غدا مشى لاصال وقال للكوتش فوقاش غنلعبوا. البروس تايق في راسو، ولكن الكوتش صدمو كيفاش تلعب وانت تايق في راسك؟ انا قلت لك ما توقفش لونطريما، ماشي صافي وليتي محترف، انت باقي في المستوى ديالك ضعيف بزاف وما كانش خدم معاك الزهر، كون دابا مقبص. تايلر تعصب ولكن خلاه عندها، ضحك ليه وغير. وفي هاد اللحظه الكوتش شاف رضوان خارج وتقلق وقال له ما تعطلش باش تكمل لونطري. وتايلر عيطوا ليه في واحد البرنامج د واحد كان بطل شحال هادي، وبداو يسولوا على داك الكاو اللي ضرب به ابراهيم، ولكن خرجوا فيه واحد الجوج بيتقوه مزيان بواحد الفيديو ديالو قديم كيهرب في وسط الدرب وتحط في واحد الموقف خايب من واحد ضرب ابراهيم بالكاو
الواحد كيهرب في وسط الريق. خونا سرطا ورجع للاصل، وكان الكوتش ديالو جاب لهم 3 المقاتلين داجو شدايديه في القتال باش يدربوهم ويستافدوا منهم. ولكن هما بادين الحصه، تايلر شاد التليفون وشاف بلي الكومبا د ابراهيم تلغات بسبب ان الخصم ديالو تقصح. إلينا قاتلو نزل التليفون وركز مع الدار، ولكن تايلر في بالو غير كيفاش يعمل باش يلعب مع ابراهيم، ومشى للدار وهو يشوف الفيديو ديالو في التلفزيون في واحد البرنامج ديال اليو اف سي. وهنا جاتو الفكره وعيط لواحد صاحبو باش يتبر ليه واحد الانترادا ومشى نيشان. مع وصل جبر اللوغو ديال اليو اف سي وهو يضرب مع واحد السيلف ودخل يشوف زهر. ومع الداخله الصحافه عرفوا من داخل وما عيطوا له. ابراهيم تصدم ملي شاف تايلر مع الصحفيين. ومالك عباد الله مالك، خرجتي لي في القرعه، واش باغي تطلع على ظهري ولا؟ حيت تايلر قال لك باغي يلعب مع ابراهيم في بلاصه اللاعب اللي تصاب. لينا عجبها الحال وقالت سعداتي بزماني ما كيخاف ما كيترخى. وتا صحابو فرحوا له بغاو يلعب مع ابراهيم، ولكن ابراهيم ما باغيش حيت كيقول باللي تايلر ما كيستحقش يلعب معاه. وتايلر خرج وهو يصوني عليه البطل ديالو اللي كاملين عارفينه جورج سانت، وقال له صافي انت عملتي اللي عليك ودابا خلط عليا الكندا باش نكملوا على اللي بديت وتشوف التدريب بالماء. كنشوفوا تايلر وصل الكندا تلاقى جورج قال له علاش كتعاون وانت ما كتعرفني ما والو. جورج قال له انا كنشوف فيك راسي ملي بديت، وداه لواحد الرينك في وسط الطبيعه وبداو كيطلقوا في اللايفات وهما كيتدرب باش يعملوا البوز ويبزوا على ابراهيم يقبل التحدي تايلر. وجورج شاف باللي باقي المستوى تايلر طايح بزاف ولا بقى عيدا ابراهيم ما يتعاد حتى عليه. وبدا جورج كيعلي النيفو مع تايلر في التدريب باش يحرى شويه ويترجل. وملي كيجي الليل كيبقاو يتفرجوا في الكومبات د ابراهيم باش يعرفوا نقاط الضعف ديالو. ولكن تايلر ديك لونطريمون القاصحه كينعس بلا ما يحس. وهنا الكوتش شاف رضوان وهو يتعصب حيت ما بقاش كيجي يتدرب في الوقت وكيضيع الحصص ديالو. ولكن رضوان صدمو وقال له بلي ما يبقاش في النادي ويرجع في نادي اخر حيت تعرف على واحد المدرب يوصلوا اليو اف سي في الزرب. الكوتش تقهر وحس بلي رضوان خان بعد الجهد كامل اللي عملوا معاه، ودابا دمر الحلم ديالهم بجوج وخوابه. وتايلر كان مع البطل ديالو كيتدرب وما كاين غير القاصح، وتايلر تايق في راسو بالتحفيز جورج. والدنيا بدات كتحيح بديك الفيديوهات اللي كيعملوا تايلر وجو، وكلشي بدا كيهضر على هذا الحدث وكلشي خصو يشوف الماتش. ولكن ابراهيم ما باغيش يلعب. وهنا جورج جبر باش يضغط عليه ودار واحد اللقاء صحفي مع واحد البرنامج اليو اف سي مشهور في امريكا، وقال له باللي ابراهيم خايف حيت هو عارف يخسر معاه. وهادشي اللي دار جورج رون به الدنيا وكلشي بدا كيقول باللي ابراهيم خايف من تايلر، وحتى المناجر ديالو بدا كيشك فيه باللي خايف منه. وبهادشي ابراهيم ما بقى له حتى شي حل غير يقبل يلعب معاه. ولا غدا في الصباح تايلر سلم على جورج وشكرو على هادشي اللي دار معاه ومشى باش يكمل المهم. وملي وصل لاصال جبر كلشي كيهتم به كيتعامل معاه زوين على غير المره الاولى. اش عنده ما كاملينشي كيفاش هي هذيك ولا. المهم وراوها البانو ديالو مع برايم وشويه وشاف الفرده ومشى لعندو وعرف باللي حتى هي تاهلت لنفس البطوله ويلعبوا الجوج بيهم. ولكن الكوتش الوحيد اللي باقي ما كيهتمش لتايلر وباقي مخليه مع الهواد، ولكن بدا كيشوف فيه باللي تبدلات شي حاجه. وتايلر سنى على اول عقد ديالو واخا ما عنده لا كوتش ولا ماناجر. المهم نلعبوا كبير ومشى للدار وبغى يفرح الام ديالو، ولكن جبر صاحب مو وقال له حنا تايقين فيك تخسر، ولكن ما كرهناكش تعاوننا وتصبر على الدار حتى تسالي الجوله الاولى وفي الثانيه خذ راحتك والاحسن طيح بالكام حيت حنا قمرنا عليك ومحتاجين الفلوس. ونعم الاسره. تايلر تدمر ملي سمعت، ولكن الحب ديالو للام ديالو خلاه يوافق حيت واخا يربح ما يعطيوهاش بزاف د الفلوس. وبقى كيفكر في هادشي. ولا غدا في لاصال تايلر كيكون كيتدرب وكلشي مشى في حاله. بقى بوحدو وجا عندو الكوتش عطاه السوارت وقال له ملي تسالي شد الباب ومشى. وواحد شويه رجع عنده وقال له كيبان لي باللي خاصك شي مدرب. تايلر قال له لا ما محتاجش شي، ملي كان معاك رضوان شبعتيني نخال ودابا باغي تكون المدرب ديالي. ولكن في بلاصه رجع بالقرار ديالو حيت عارف باللي المدرب باغي يتعاون معاه وهو محتاج. وجا نهار فاش يتعبروا فيه وابراهيم شد الميكروفون وبقى كيخلع تايلر وقال له كنوعد باللي مور الماتش غتحتاج السبيطار كامل باش تبرا. وفي الليل تايلر مشى للوطيل د البطوله هو إلينا الفرده كتشجعو حتى هو كيشجعها وانا كنشجعكم وانتوما شجعوني بديك اللايك الزوين والاشتراك. ولا غدا بدات البطوله والفرده هي الاولى لعبت. ومع بدا الماتش إلينا شبرات ديك البنت وطاحت عليها بالملاوي البطبوط. وتايلر بقى مصدوق وقال لصاحبو انا مصاحب مع إلينا ولا مع عزيز. وإلينا ربحات والكوتش عنقا وفرح بيه. وهنا جا الوقت د الماتش تايلر. وقبل ما يبدا الماتش العقروشه ديالنا صردت له واحد الميساج كتقول له ما تنساش تخسر الجوله الثانيه. لا ونعمل اول مره في الحياه نشوف الام كتوصي ولدها يخسر. الصراحه الله يحسن لك العون اخويا تايلر. ولكن خونا مع الدخله د الكيج عمل في بالو خصو يربح
ما كاين لا قمر لا السحم. عجبتني الثقة ديالك ولكن مع إبراهيم دخل تايلر حس باللي يعيش عذاب القبر وهو بالروح. ومع بدا الماتش إبراهيم معاه بدا يعطيه البطبوط، والله على بطبوط، وهو باقي صابر حتى سالت الجولة الأولى وكان كلشي ماشي مزيان. مو صاحبها فرحانين بالعاقة اللي يربحوا، ولكن الكوتش بقى كيقول لتايلر ولا بقيتي هيدا تخسر داكشي كامل اللي عمل. وتايلر قال له انا عارف شنو كندير. وحتى لهاد اللحظة تايلر باقي كيفكر فمو وباغيها تربح، لا مرضيها ولا لا. وبداو الجولة الثانية ومع قلنا بسم الله ابراهيم طفى ليه الضو. وتايلر بقى كيتفكر ديك الهضره اللي قال له صاحبه وديك الشيء اللي كاين والفرصه اللي جاتو حتى ليدو. ومع ناض عطاه واحد السوبرمان علمها ليه جورسا وبقى كيتقاتل مع ابراهيم ضربه من هنا ضربه من هنا. ولكن ابراهيم جوج وبقى هاد السيد غير تشوفو تبغي تعتزل. وهنا سالت الجوله الثانيه وجبر راسو يعني ما ربح ما مو ربحات الفلوس ديال القمر وشبع البطبوط على خلاه. هنا الكوتش قال له ابراهيم ما يبغي يطيحك بالكم، خاصك تزرب عليه وحاول تجنب ما يطيحكش بالكم. وبدات الجوله الثالثه وضربه من هنا وضربه من لهيه، ولكن ابراهيم ضرب تايلر واحد الضربه من الواه ونقصوا ليه النوقه. وتايلر شداتو الدوخه وبدا كيشوف ابراهيم ولا ابيض. وابراهيم بقى داخل عليه وتايلر يرقدو بواحد الجوج وبدا يرد ليه البطبوط هاك زيد كول لا باقي زيد كمشوا مزيان. وهنا الجرس عتق ابراهيم وبدا القرار ديال الحكام. والجوله الاولى ربحها ابراهيم والثانيه ربحها تايلر والجوله الثالثه تعادل وابراهيم ما تسرطاتش ليه. وبدات المعجن السيد ما كيشوف حتى واحد نبطبطو ربي كبير وخرجوه وهو ساخط والجمهور ساخط وانا ساخط ولا ما عملتوش ديك اللايف. وتايلر مشى للفيستير وتماك لحقات عليه وهنا باركات له هو بارك ليها وانا كنبارك له وعطاتو واحد الجائزه باغي تشوفها ياك اي والله يمسخك يا الخوينيز. وهنا تايلر صونات لامو قالت له شنو عملتي يا المسخوط. كنشوفو تايلر مشى عند وجبره زرقاء واحد العين قال لها مالك. قالت له هادشي بسببك المسخوط. سايلر قال له علاش. قالت له الناس اللي سلفونا الفلوس باش لعبنا جاو مورا الفلوس وما عند ودابا عطاونا شهر د المده باش ردوا الفلوس. وتايلر قال لها شحال كيسال. قالت له 40 مليون. وتايلر ما عرف ما ديك المره المجه قالت له مو صاحب ومشى عند الكوتش باش يلعبوا شي ماتش باش يدبر على الفلوس. الكوتش قال له واحد الماتش تربح فيه 10 المليون. تايلر قال له هادشي قليل والكوتش صدق وقال له عاد كنتي مقرد ما جابرتها باش تخلص لاصال دابا 10 المليون جاتك قليله. وطميميع مع راس وقال له انت نوض سخن بارك الله. وجات الينا وحس بها من معرف راس وبقى مالو معها. وصاحبو باينه فاكهه حيت طلع للمحترفين والكوتش بدا يعطيه الواق. وصاحبو بدا كيشرب المنشطات باش حتى هو يرجع بحال صاير. بقات تخاف من المنشطات اللي عنده صافي ولاد. ومن بعد كانوا جالسين هو يقول له الينا بغات تصرا عليك عشيه وهي كتخاف على راسها وانتوما عارفين ديك اللعيبات اللي كيدير صاحبك معاك بلا ما تحس. المهم مالين تايلر دار راسو ما على بالو وقال له شكون تسوق ليا انا غير عندي واحد المشكل. الوالده كيسالوها بزاف د الفلوس وخصني ضروري نطبر الفلوس شويه خلط عليهم بلال. وقال له كاين واحد البطوله اللي ربح فيها كيربح 100 مليون. تايلر غير سمع 100 مليون عين وخرج. هو مشى وبدا كيفتش عليها في التليفون وراه باللي فيها 3 د الكومبات في نهار واحد يعني خصك تكون ثانيه ليه. ومشى عند الكوتش وقال له خصني نلعب في الكي سي دبليو. والكوتش قال له وانت في شكل كريزي مان واش خصك تموت ولا. تايلر قال له ماشي مهم يموت خصني الفلوس. والكوتش قال له اصلا باقي خصك عام باش تبدا تلعب في هاد البطوله الوزن ديالك. تايلر قال له انا لعبت الوزن الكبير. الكوتش تصدم وقال له علاش كتعمل هادشي كامل. تايلر قال له خصني نطبر الفلوس على قبل الوالده حيت قمرات عليا وخسرات الفلوس بسبب. والكوتش تأثر ضروري يعاود ولكن عارف بلي مستحيل يربح. وبدا تايلر يتدرب وبيلال غير سمع خصو يزيد في الوزن بقى كيحشي فيه وتا صافي النيت زعما الرز وبطاط. تايلر بدا يترينر بالمعقول في هاد الشهر ما كاين غير لونطرين حيت صافي نربح وربي كبير. والكوتش ماشي معاه كيدخل معاه 3 د المقاتلين في الكيتش. ومع خرج جبر الينا ساردينا كتستناه وقالت له مالك على حالك. قال له شفتك ما شفتينيش رجعت عنه. وعاد صاحبي نيكو قال لي بلي انت ما كتصاحبيش مع الدراري ديال لاصق. قالت له انت ماشي اي واحد انت هو البطل ديال لاصق وهنا نسحبو حنا حسن. المهم تايلر حس بلي الدنيا ضحكات له عاوتاني ولا غدا صباح كيحنطز على الكوتش هرمون الدوبامين في اعلى المستوى. وشويه دخل عليهم البطل اللي عمل مع ديك المقابله وقال له انا جيت نعاونك ونعاودك على داك الشيء اللي عملوا معاك ديك المرات. المهم بداو كيلعبوا وشنو نقول خونا شويه وكان يلقى يسقف براسو ولكن تايلر عنده غير مع المخاض. المهم كملوا التدريب وجا نهار د البطوله وتايلر كيسخن مع الكوتش وصاحبه ما حاملوش عينو على عين الطاط. المهم جا الوقت وتايلر كيشوف غير 100 المليون واخا ما تايقش في راسو
وبدا الماتش. وهنا المفاجأة، ومع بدا الماتش مع تايلر رقد ديك اللاعب بواحد الكني شفتها غير من عند البويك، كلشي تصدم وبنادم ما عرف حتى وزا ولا باق. حتى لهنا كلشي مزيان. ومشاو للفيستير، لقى صاحبو كان كيقرا عليه الميساجات ديالو مع إلين، وعرف بلي إلينا كتعجب، وحيت صاحبو دوزها ليه. وجا الوقت د الماتش الثاني، وهاد اللاعب اللي يلعب معاه زايد عليه 15 كيلو. وبدا الماتش وتايلر واقف معاه، ولكن ديك خونا مسيطر على تايلر وبقى صابر حتى سالات الجولة الأولى. والكوتش قال له خصك تلعب معاه من بعيد، حاول ما تقربش منه حيت هو قوي، ولا حتى شدك غادي يسكسف عليك. وتايلر مع بدات الجولة الثانية بدا كيطبق اللي قال ليه الكوتش، عطاه واحد جوج المطبوطات طفاه وشدو في الارض. ولكن خونا كان عنده مع الريسلي تقلب عليه وشد له يدو في واحد الوضعيه د الاخضاع، وما فكو منا غير 100 المليون اللي كيشوف. وعطاه واحد المجموعه د اللكمات سريعه وسال الماتش، وبجوج كانوا مسالين. وشيرو بقى كيقدم فيه وكيقول له ما تخافش خصك تهجم عليه. وتايلر نياد الله وسمع ليه وبقى كيلعقل، وبقاو مشادين وسالت الجوله. وخونا كان ما قادرش يوقف على رجله، واخا ربح تايلر كان صعب وصل للنهايه ومستحيل يلعب. ومشاو للفيستير والكوتش قال له صافي خصك توقف حيت ولا كملتي يمكن عمرك تلعب هاد الرياضه. تايلر اقتنع، ولكن غير الكوتش خرج صاحبو بقى كيسخن فيه وكيبيعو العجب. وقال له يا صاحبي حتى وصلتي للفينال وربحتي جوج د الماتشات، دابا عاد توقف. طاقي هاد صاحب. ودخل الكوتش لقى تايلر كيسخن وجرى على صاحب. قال تايلر اولدي هاد صاحبك ولا تبعتيه يخرجك، ريح وحمد الله على هاد الماتشات اللي ربحتي. ولكن جات المنظمه وتايلر قال لها نكمل. الكوتش قال له زعما راسك قاصح. تايلر قال له انا خصني نربح وربي كبير. الكوتش قال له دخل عاود لامك كون غراجل. ومع الدخله تايلر لقى راسو لاعب مع واحد الانسان حاشا واش يكون انسان، فايتو 20 كيلو. وبداو تايلر مقاتل وكيشوف غير 100 المليون. حتى خونا عطاه واحد الكودو ما جا يوصل الارض حتى كمل له بواحد الانفجار ذاتي. خونا شاف عزرائيل كيسلم عليه وما بقى كيشوف والو غير التراب. وكنشوفو تايلر فاق من بعد ما دازت واحد المدة وهو في الغيبوبة، وجبر الفيديو ديالو عامل الفضيحة. وكلشي كيهضر على ديك سبيسيال اللي كلا. وعاد ابراهيم باغي يعاود لكم حيت ما رضاش يساعد هنا. وجا عندو الكوتش وجاب ليه الماني. صاحبي كتاكلو الدق وتشدو الفلوس اشكون في حالكم. المهم مالينا، الكوتش قال له بلي الكي سي دبليو باغينك تلعب واحد الكومبا مع ابراهيم. وشنو غنقول لكم، هاد تايلر كيفكرني غا في الهيلو. السيد عاد فاق من الغيبوبة وموافق يلعب مع ابراهيم الدبابة. الكوتش بقى مصدوم ما فاهم والو. عندو هذا هاد رجع من الموت دابا باغي يتلاقى به. والكوتش ما بغاش حيت خايف عليه، ولكن قال مع راسو نمشي نشوف هاد خونا فين ساكن. ومع وصلو جبروه ساكن في برا كافي باري، ودخل معاه لقى الدار كامله دخل تقول داخل عند شفقي. وشاف الاسره الغير متكامله واللي كتخليك تفكر في الانتحار. وتايلر عطا لمو الفلوس اللي ربح وقال لها هادشي اللي قدرت نجمع. ومو سنطيحه وقالت له هادشي ما كافيش. الكوتش ما حملش هادشي وقال لها هاد الفلوس بنك راه مار عليها بحياته باش يجيبها لي، على الاقل غير شكرو. ورضى عليه. تايلر حاس بالفرحه حيت بعد الكوتش ديالو حاس به. ولا غدا الصباح ان شاء الله صار وخونا تايق في القدرات ديالو، ولكن غير بدا كيلعب وهي تشدو القفقاف. وتفكر داك القاتل هاد العصا اللي كلا وما قدرش يكمل لونطريمون وخرج بحال. ومشى مسكين حدا المرايه وبقى كيتجنن وكيضرب في راسو. شدوه لريح. ابراهيم كان في احسن حال وكيتريني باش يكون واجد للفايت ويدوق المسمن اللي طيب له. والكوتش دا تايلر عند الطبيب باش يشوفو واش قدر يلعب الماتش، ولكن خونا ما بغاش يقول للطبيب الاعراض اللي فيه باش يقدر يلعب الفايت. ولكن خونا دار مصيبه بلا ما يفهم. ورجع عند الكوتش وقال ليه كلشي 5-5. وجا النهار اللي يطلعوا للميزان وكلشي ماشي مزيان. ولكن غير وصل ابراهيم خونا بدا كيتروق. وابراهيم قال له غدا تهلا خويا الزين. وتايلر دفعو وهي تحيا. ومن بعد مشات عندو إلينا الزوين وقالت له شني هادشي اللي درتي، انت بينتي راسك ضعيف وما تايقش في راسك حيت هادشي ما كيوقعش للمحترفين. ولكن تايلر باقي عاطي الجبهه وقال لا غدا نفرجك فيه، نرجعو لك بياط بالعصا اللي عياك. ولا غدا بدا الماتش وابراهيم داخل عوال يخلي ضربه. ولكن تايلر وهو داخل
ركاب وفشلوا عليه. واش فتي يا راس الحمار؟ علاش كان خصك تعاود كلشي للطبيب؟ وكلشي كيتسناه يدخل وهو باقي مبلوكي في بلاصتو. والسيد كيشوف في القفص ملك الموت ماشي براي. والكوتش كيحاول يشجعو، ولكن تايلر كيتفكر غاديك القتله د العصا اللي وجات إلينا وخرجاتو. والكوتش مشى عند المنظمين باش يعتقل الموقف، وقال لهم باللي تايلر وقعت له واحد الاصابه. وتلغى الماتش، وابراهيم طلق الغول اللي فيه وشد الميكرو وقال له انا عارفك خايف وما تصابتي ما توجع، الا ما جيتيش للرينغ دابا انا نجي عند بوك حتى لديك لاصال ديال المقتولين ونتهلا فيك انت وديك الكوتش د الطيابين. ولكن ابراهيم اللي كان ماشي، الكوتش صرب له واحد التصويره وفيها صاحبته وهي واكله العصا، وقال له لا فكرتي تجي لاصال غنقولها للبوليس ونوريهم هادشي. ومن بعد مشى عند تايلر وقال له دافع غير الجبهه، وفي الاخر فرجتي فينا اللي يسوى واللي ما يسواش. تايلر قال له عاوني نرجع كما كنت. عافاك الكوتش. قال له سمعني شنو يجيك مليح، اتبعني وتعرف. ومن بعد مشاو للسويد ودخلوا لواحد الحلبة د القتالات غير الشرعيه. ومع الدخله شاف واحد خونا خارجين باه يتكفل، قال واقيلا ضرب انا الزنزل. ولكن مع الدخله شاف الموت كيعيط عزيزي. الكوتش قال له عندك جوج الاختيارات، يا تدخل تلعب يا ترجع لفرنسا وتنسى عليك هاد الرياض. وتايلر كيشوف يا محا يربح، وعاد ما كاين لا قوانين ولا حكام، وباش تغلب خاصك طيح صاحبك بالكا. وتايلر بدا تشدو اليهودي، وكل ما كيدخل عليه اللاعب كيخوي وكيهرب، تقول عمره لعب هاد الرياض. ولكن الكوتش بدا كيحمس والجمهور كيحيح والروينه، والحماس خادم الشجاعه. وهو يعطيه واحد جوج البطبوطات ودار له سماك رلاق مرمرلاق جابو في الارض، وبقى كيضرب فيه بالغدايد. والكوتش كيبغي يوقفو والو، حتى واحد ما قدر يوقفو حتى دخل عنده الكوتش وهيداك وباقي فاقد السيطره على راسو. وبدا يضرب الجمهور، وعاد باش عماها ضرب خونا بواحد البنه طفاه وليني حقار مع راسه. وبهاد اللقطه صاروا عليه الجمهور والسويد كامل وراك للفراجه، وكلشي خصو يلحق حقه. واللي قلبو حنير الحق ركله، وبداو يهربوا الجمهور ما فاكش. وجا واحد وضرب الكوتش بواحد الموس وشدوها بالجري فكوهم غير رجلو. وملي وصلوا للباب جبار الكوتش خارجه منه، وتايلر عيط للاسعاف وبداو يهضروا معاه باللونجلي. وخونا حدو السادس ابتدائي كيعرف غير فرونسي. وهنا بكيت انا، واش ديناك تزول الخلعه زيدتي الخلعه وخلعتينا على الكوتش. وكنتقلوا لباريس بعد ما دازت 3 شهور على الحادثه السويد. وكنشوفو تايلر جالس مع إلينا حتى سمع الدق في الباب، حتى جبر صحابو جاو عنده وعطاوه التليفون يشوف تصويره بهذاك اللي ضرب الكوتش. وقال له بلي هو دائما كيكون مع ابراهيم، وهما متاكدين بلي ابراهيم هو اللي صاردو باش يصفي هذا الكوتش. وتايلر قال لهم دابا الكوتش في غيبوبه حتى يفيق ونعملوا الواجب. ولكن بلال ما عجبوش هذا الشيء، وقال اذا نخليو ابراهيم حتى يربح البطوله ويطلع ليو اف سي عاد نتحركوا، واصلا من بعد شكون يثق فينا. وتايلر ما جبر ما يقول وحس اللي هو السبب، ولكن ما عرفش شنو يعمل. وعاد غدا كان خصو يمشي للمكسيك باش يبدا التدريب مع واحد خونا كان وصاه عليه الكوتش. ومشاو مع وصال سلم عليه ودخل يلعب. ولكن خونا تايلر كان مقتول وما عرف ما يدير، واللي لعب معاه كيسكسف عليه. واللي سال قال للمدرب باللي غير عياد الطريق، وديك المشكل اللي وقع ليه هما اللي مخلينه هايد. ومن بعد مشى يهضر مع إلينا وقال ليها بلي اللي كيلعب معاه كيطلب اللطيف. والتليفون قال له الله يمسخيك الكذاب. وغير مشى ينعس السيد كيحلم غير ديك الليل اللي دازت عليك اكفس ليله في حياته، وديك الشيء اللي وقع للكوتش بسبب. ولا الصباح فاق وهو مقرر باللي صافي، ومشى عند المدرب وقال له صافي هذه هي النهايه غنمشي في حالي. والكوتش قال له مع السلامه، اش عندكم واش كظنوا؟ يقول له ما تمشيش. المهم قال له صافي بغيتي ترجع لفرنسا الطريق السلامه يا حبيبي، ولكن حاجه واحده، واحد السيد موصل الكوتش ديالك باش يوصلك هو للمطار. وجا السيد ومشى عنده، ومع دخل الطوموبيل قال له توكل على الله وديني للمطار. وهنا صدمو الشيفور وقال له جوج الحوايج، يا ترجع للمطار وتحطم حياتك يا تمشي معايا للنادي ديالي ونعاونك. تايلر قال له شكون انت؟ والشيفور يدور عنده وكيطلع هو البطل ديالو. تايلر تصدم وعرف باللي الكوتش ديالو قبل ما يوقع عليه ديك الحادث كان وصى عليه. من بعد دا معاه ومشاو لاصال. وشنو نقول لكم، تشوف الناس اللي فات قرار المافيا كتلعب مع بعض. وقال له الكوتش هنا ترجع احسن من اللي كنتي وترجع راجل. وتايلر فرح بهذا الشيء وبدا يتدرب تدريب من نار رياض جبار، وبدا يعطي اللي عنده كامل وسال التدريب. والنهار اللي كان صافي يرجع بحالو لقى المدرب مخلي ليه واحد الرساله واللي قد ديالو، وكانت في الرساله تلعب اقوى ماتش في الحياه ديالك وتربح. وهنا تايلر تاق في راسو وقرر انه يربح وربي كبير.
وجا الوقت ديال الماتش وهو كيسخن حتى لقى جورج ساند جا لعندو. صحابو كاملين تصدموا وخصوصا بيلال اللي كان من معجبين جورج. وتايلر قال له واش جيتي باش تفرج في الماتش؟ جورج قال له لا، جيت باش نكون الكوتش ديالك في هذا الماتش اوليدي. وملي قرب الماتش يبدا ماما وصاحبها ما جاوش وهو كان موجد ليهم تيكيد المنصه باش يشجعوه. وصاحبنا ديما الموتور ومشى عندهم للدار وعيطت له إلينا وقالت له واش حماقتي ولا وقعت لك شي حاجه تخرج للمستقبل ديالك. ولكن هو ما على بالوش وما وصل تصدم حيت جبرهم كيجمعوا الحوايج. ومن بعد عرف بلي ما كاين لا عصابه ولا قبا، وهاد المده كامله هما كينصبوا عليه باش يشريو دار في المالديف. وهاد الشي كامل فكره صاحبها، وقالت له بلي صاحبها هو اللي ضربها باش يثيق بلي العصابه اللي ضربات. وعاد كان باغي يخلي ضربو، وقفاتو الام ديالو وجرات عليه. وهنا تايلر حقد ورجع للماتش وابراهيم كان في احسن حال. وملي بدا الماتش تهلا في ابراهيم مزيان بالبطبوط، ولكن تايلر باقي مقاتل. ومع سالت الجوله الاولى ابراهيم طلع مع تايلر بواحد الركبه طفاه، وهاد الضربه غير قانونيه. وتايلر ولا ما بغاش يكمل الماتش ابراهيم غيتقصى وهو اللي يربح. ولكن تايلر رجوله وخصو يربح بدراعو. ودخل الكوتش وإلينا وكلشي كيقول له يوقف الماتش وغادي يربح. ولكن تايلر ما باغيش. وبدات الجوله الثانيه وابراهيم كان غالب حيت الضربه اللي ضرب تايلر اثرت عليه بزاف. وسالت الجوله الثانيه والكوتش ابراهيم قال له واش انت ضعيف حتى لهاد الدرجه؟ ياك قلت لك طيحوا في الجوله الثانيه بالكور. وابراهيم سخط وقال للكوتش خرج بعاد مني، انا ما خصني كوتش ما والو. والكوتش تايلر كان كيشجعو كيقول له بلي تايق فيه. وبدات اخر جوله وبجوج كانوا مسالين، ولكن حتى واحد ما باغي يخسر. وابراهيم بقى داخل عليه وتايلر باقي واقف معاه وهو يعطيه واحد الركله للودنينا صمكو. ابراهيم هبط ما طلع وتايلر ربح وتأهل للبطوله ديال اليو اف سي. وهذا الشيء كان تاريخي بالنسبه ليه. البطل السابق جاب ليه الحزام وكلشي فرحان به بهذا الانجاز اللي دار. ومشى للفيستيرو مع صحابو كيحتفلوا به وبغاو يحتفلوا بالشراب وتايلر ما بغاش وقال لهم خصني غير الماء. ناضي شيرو قال له انا نجيب لك الماء. وفي الطريق جبر اللجنه اللي كتكشف على المنشطات وقال لهم بلي ما تدخلوش دابا حيت هو كيحتفل. وهما سمعوا له وهو يمشي ويعمل المنشطات في الماء باش ينتقم من تايلر. وعطاه يشرب وبقى كيتسنى يجيو اللجنه. وهنا كنعرفوا بلي اللي كيتيق صالح غير للتبيدق والترفيق. والى هنا وتنتهي الموسم الاول. وما تنساوش تعملوا سبسكرايب واللايك للفيديو. ويلا اديوس.